24 ساعة تحسم مصير زيزو، وحيرة في موقف مدرب طيارة الزمالك. – 24 ساعة تحسم مصير زيزو، أهلي ولا زمالك؟ الأهلي هيسافر لأمريكا النهاردة بالليل من القاهرة للإمارات ومنها لأمريكا. طيب زيزو هيبقى معاهم ولا لأ؟ اتأيد ولا شكوة الزمالك وقفت قيد اللاعب؟ الحقيقه ان زيزو مش هيسافر النهارده مع الاهلي، وزيزو هيسافر فجر الجمعه بعد ما يكون اخر ارتباط رسمي ليه مع الزمالك بنهايه كاس مصر يوم الخميس اللي هيكون بين الزمالك وبيراميدز، وده عشان لجنه الانضباط باتحاد الكوره اختارت الزمالك انها غير مختصه بنظر الشكوى اللي اتقدمت ضد زيزو بسبب تغيبه عن حضور تدريبات الفريق، وان اللاعب بيتمرد على النادي، وده بعد ما الاهلي حصل على تاكيدات من اتحاد الكوره ان الموسم بالنسبه لزيزو ينتهي يوم الخميس بعد نهايه الكاس، وبالتالي الاهلي هيقوم بتقييد اللاعب وبعدها يغادر الى امريكا للانضمام الى قائمه الفريق في كاس العالم، ويكون الظهور الاول للاعب في تدريبات الاهلي في امريكا. الزمالك مش ساكت وعايز يعطل الصفقه باي طريقه، فنشوف هيعمل ايه خلال الساعات اللي جايه. الزمالك بيعاقب فتوح بسبب امام عاشور. مجلس اداره الزمالك قرر معاقبه احمد فتوح الظهير الايسر بعد ما اللاعب ظهر في صور وفيديوهات في عقيقه ابن امام عاشور لاعب الاهلي وهو بيحتفل ويرقص دون مراعاه مشاعر جماهير الزمالك الغاضبه من امام عاشور. ايوه زي ما بقول لك كده، عشان عدم مراعاة مشاعر جماهير الزمالك الغاضبة. وإدارة النادي وقعت غرامة مالية على فتوح، أفضل قرار عشان باقي اللاعبين تعمل حدود في المناسبات دي، وكمان تهدئة للجماهير الغاضبة من اللاعب والإدارة. منتخب الطائرة بيواجه البحرين ودية النهارده، أول مباراة هياخدها منتخب مصر لكرة الطائرة تحت قيادة المدرب الإيطالي الجديد ماركو بونيتا بعد توليه مهمة تدريب المنتخب، وهتكون المباراة ودية أمام البحرين اللي هيخوض المنتخب لقاءين امامها. منتخب مصر لكرة الطائرة بيستعد حاليا لخوض نهائيات بطولة العالم واللي هتقام في الفلبين، ودي هتكون الاحتكاك الرئيسي للمنتخب، واللي عندنا امل كبير اننا نشوف نتائج جيدة تحت قيادة المدرب الفني الجديد. الزمالك حائر في موقف مدرب الكرة الطائرة. مجلس إدارة الزمالك لحد النهارده ما خدش قرار في استمرار او رحيل المدير الفني لكرة الطائرة البرازيلي كارلوس شوانكي، وخصوصا بعد ما خسر الفريق بطولات الموسم الحالي ولم يتوج سوى بالبطولة العربية فقط. في خلاف ما بين مجلس الزمالك ان لازم يتم الصبر على المدير الفني البرازيلي ويستمر للموسم اللي جاي، انه حصل على فرصة وتم توفير كل الامكانيات ولكن فشل في الحصول على بطولات، ولازم يرحل عن تدريب الفريق ويتم البحث عن مدرب جديد يقدر يحقق طموحات إدارة الزمالك وجماهيره. خلصنا حلقتنا النهارده، استنونا في الجديد وما تنساش تسيبوا رأيكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهارده، رأيك في قرار معاقبة الزمالك لفتوح بسبب ظهوره في احتفالات امام عاشور؟ وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وان شاء الله نلتقي بعد العيد.